انا مروان. وانا ليان. واحنا من عائلة هيلبر. سمعتوا عن اسماء الاجيال زي جين زي وجين الفا؟ الجيل بتاعك اسمه جين زي؟ اه. الجيل بتاعنا احنا اسمه ايه؟ ميلانيال. في حد تاني متسمى حاجه تانية؟ تعالوا بينا مع بعض نفهم ده معناه ايه. يلا بينا. كلمة جين اختصار لجنريشن، يعني الجيل اللي هو مجموعة من الناس اتولدوا في فترة من 15 ل 25 سنة وبيجي معاهم صفات مشتركة. بس مفيش تاريخ محدد لبداية ونهاية كل جيل، كلها تواريخ تقريبية. تعرفوا ان في 5 اجيال عايشين معانا دلوقتي؟ اكبرهم جين سايمون، الجيل الصامت اللي اتولد قبل الحرب العالمية الثانية. بعدهم بيبي بومرز، الجيل اللي اتولد بعد القنبلة الذرية. بعدهم جين اكس، الجيل اللي شاف التكنولوجيا متأخر شوية. بعدهم جين واي أو جين ميلينيالز، جيل بابا وماما. وبعدهم جين زي، الجيل اللي اتولد في وجود الانترنت. بعدهم جيلنا احنا جين ألفا، احنا اتعلمنا السوايب قبل ما نتعلم المشي. كل جيل ليه مصطلحات خاصة بيه بتناسب حياته وبتبقى مختلفة، وساعات ما بتعجبش الجيل اللي قبله. ليان you are really good. أيوة أنا فاهمك، أنت مش قصدك إن أنا معزة. بالظبط you are really greatest of all time. الجيل اللي بعدنا هيبقى اسمه جين بيتا، ده اللي هيعيش في عصر AI الذكاء الاصطناعي. يا ريت كل اللي بيتابعنا يشاركنا ويكتب لنا في الكومنتس هو من أي جيل. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير، واوعوا تنسوا السبسكرايب. سلام.